مفيش حد عاقل في الدنيا بيبني الدور الثالث قبل ما يبني الدور الاول. مفيش عيان نتكلم معاه في عملية في العمود الفقري قبل ما نتأكد انه عدل اللايف ستايل بتاعه، انه هو بطل يوطي او يشيل حاجات تقيلة، وانه بيقعد بشكل مظبوط، وانه قوى عضلات ظهره عن طريق جلسات علاج طبيعي وتمارين لتقوية حزام الوسط، وانه هو خد ادوية مضادة للالتهابات ومغذيات للعصب على الاقل لمدة 3 شهور قبل ما نتكلم معاه في الجراحة. ده الاساس اللي نطلع عليه بعد كده. طيب طبعا ده له استثناءات زي ما قلناها قبل كده، في حالات ضعف الرجل، في حالات سقوط القدم، في حالات انفلات البول. دي الحالات اللي لازم نبدأ مع العيان بالعملية عشان نلحق العصب، ودي الفئة الأقل جدا أو النسبة الأقل جدا من العيانين. يبقى اللي عايزين نقوله في الفيديو ده إن أغلب الحالات الانزلاق الغضروفي ما بتحتاجش العملية، وإن النسبة البسيطة بس هي اللي بتحتاج، ودي اللي عندها ضعف في العضلات أو سقوط في القدم، واللي عندها انفلات في البول. افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.